جماعه انا جيت نورت البيت. كل الخضار ده ما شاء الله تبارك الله ب50 جنيه. بصوا ما شاء الله تبارك الله ب50 جنيه. جبنا بصل، طماطم، بطاطس، جوافه، عنب، ليمون، فلفل رومي، فلفل حامي، كل ده ب50 جنيه. تعالوا بينا هقول لكم جبنا كل ده ازاي ب50 جنيه. اول حاجه كده نقول بسم الله ونصلي بينا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. لو اول مره بتتفرجوا عليا ما تنسيش تنزلي حالا تعملي لايك للفيديو وشير لاصحابك كده عشان يعرفوا جبنا ازاي، وسبسكرايب واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ولو بتشوفوني على الفيسبوك لايكات كتير 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 كتير. عايزه اقول لكم انا تعبت جدا في السوق صراحه النهارده واتبهدلت عشان اجيب الخضار ده بالسعر بصراحه ده. فلايكات بقى، عايزين نوصل الفيديو ده ل200 ألف لايك، يعني طبعا اخليها 2 مليون لايك. كلنا بنعاني الفترة دي من ارتفاع الأسعار، تمام، أو جنون الأسعار زي ما بيسموه، مع إن قالوا الحاجة هترخص بس قالوا ما علينا ما علينا لا نتكلم في أشياء لا تخصنا. طبعا البصل أساس كل بيت، بصل، بطاطس، طماطم أساس البيت. دلوقتي بقينا البصل يعني دهب، يعني النهارده اللي رايح يخطب بدل ما ياخد لها شبكه ولا ياخد لها جاتو الكلام ده، لا ياخد لها 2 كيلو بصل. بجد اللي رايح يزور حد عيان ياخد له 2 كيلو بصل. اللي جاي يزورني يجيب لي 2 كيلو بصل. انا هحبكم جدا 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 بصراحه. للي جاي يزورني ما حدش يجيب لي حاجه ساقعه ولا عصير، لا هاتوا لي بصل وبطاطس وطماطم وكل مشتملات البيت. بجد احنا بعد كده الفترات الجايه هنروح هنعمل كده. المهم بقى نقول بسم الله ما شاء الله تبارك الله، وتعالوا بينا نشوف جبنا ايه ب50 جنيه. ماشي. البصل ب7 جنيه. اللهم بارك اللهم بارك، يعني كده ب7 جنيه. هتقولوا لي ازاي؟ هقول لكم اللايكات والكومنتات وانا هقول لكم، هسيب لكم جبت منين وازاي بالاسعار دي في اول كومنت. تمام. الطماطم ب2 جنيه جبت 2 كيلو. تمام، ب2 جنيه جبت 2 كيلو. ماشي. انا كان صراحه الميزانيه معايا مش افضل شيء النهارده. والمهم جبت بطاطس ب5 جنيه جبت كيلو. ليه يا ميسه بطاطس؟ هو حد النهارده لاقي بطاطس بالسعر ده؟ اولا انا وجوزي ممنوعين من اكل البطاطس والفلفل والبتنجان. تمام. كافه انواع الفلفل والبتنجان بكل انواعها والبطاطس. تمام، لاسباب صحيه. البطاطس بتعلي السكر، والبتنجان والبطاطس والمانجا والفلفل عشان الاجسام المضاده ومشاكل المناعه. ما علينا. تمام. الحمد لله الذي شفانا وعافانا مما ابتلى به غيرنا. اشتريت الفلفل بجنيه ونص. تمام. الفلفل الرومي والحامي اهو بجنيه ونص. بصوا صابح طازه، عشان بس اللي هيكتبوا لي في الكومنتات يقولوا لي انت شاري حاجات معفنه ومنتنه، هقول لهم مش احنا اللي بنجيب الكلام ده. اهو طازه، شايفين ما شاء الله تبارك الله اهو. والفلفل يفتح القلب كده وحياة ربنا بيدخل كده على القلب. والليمون ما شاء الله تبارك الله اهو كله نضيف وزي الفل. الليمون بجنيه ونص مش فاكره. المهم انا جبت ب5 جنيه ليمون. تمام. انا جبت شويه ليمون وفي ليمون تاني. تمام. الليمون الكيلو ونص ب5. كيلو ونص ب5. ده كده الجزء اللي انا جبته والباقي اديته لجارتي. ماشي. وبصوا البصل بس عشان الناس اللي تقول ده صغير ومدعدع، لا في كان اكبر من كده. انا اللي نقيت البصل ده. ماشي. الوسط ده عشان البصلايه طبخه. تمام. في اكبر وفي اصغر كان ب2 جنيه ونص. ب2 جنيه ونص الصغير. تمام. ده ب7 جنيه الحلو. ماشي. الاحمر كان ب3 جنيه.
المهم والطماطم اهي هوريها لكم، ما شاء الله تبارك الله، حمراء اهي تمام وجامده. عشان هتقول ضربه، اللي هتكتب في الكومنتات وتقول الطماطم ضربه هقول لها الله يسامحك. ماشي، ما شاء الله تبارك الله. بصوا البطاطس والله خطيره، تفتح النفس. يلا عشان المدارس. وجبنا خيار. المهم هو ده كده خيار احنا جبناه تمام، هو كبير ومش عارف ايه. الخيار ده ما شاء الله تبارك الله ب2.5، ب2.5 جنيه تمام الكيلو. كل ده سعر الكيلو. الجوافه ما شاء الله تبارك الله. بصوا اللي بس عشان هيعمل اللي ده مش جوافه ضربه، اللون ده عشان هما مغلفينها بورق كده لونه فوشيا شويه فبهت عليها تمام. ما شاء الله يعني ما فيهاش اي حاجه. ماشي، ب5 جنيه الكيلو. احنا اشترينا 2 كيلو اللهم بارك. وده العنب ده ب2.5 جنيه، ب2.5. الشكل ده كان فيه الاحلى شويه ب3 جنيه تمام، سليم ما فيهوش اي شيء. بس هو مشكله العنب ده ببذل. جبت الكلام ده ازاي يا ميسة بالاسعار دي؟ مش عارفه. هقول لكم في اول كومنت. لايكات كتير وكومنتات اكتبوا لي فيها، واكتبوا لي اسعار الحاجه عندكم ايه. انا صاحبتي وجارتي وخالتي واختي ومرات اخويا بيقولوا لي البصل عندنا ب30 جنيه. فين؟